خلاص يا ناس دمي اتحرق، مش كل سنة هعمل قلق. الواحد قال لما اتفلق من غير كلام من غير سلام، الكورة في مصر ماهيش تمام. مفيش حضور مفيش جمهور، تشوف الاستاد تلاقيه مهجور، ما عدا ناس في المقصورة مالهمش اصلا في الكورة، ويحللوا في استديوهات ويفضلوا يرغوا 10 ساعات. الدوري خريق ولا فيه تشويق، ويقولك واصلين للعالمية، جايبين لنا بس التهزيق، بوظتوا الكورة المصرية، والتعليق بقى كله زعيق، ما احناش فاهمين ايه الحكاية، ده غير مشكلة الرعاية، الحقوا يا خلق ياهو. ومحمود بكر يا ناس غاوي يتكلم ويا البرجاوي، يا برجاوي يا برجاوي، ويفضلوا يحكوا في حكاوي. وشوبير وشلبي والغندور بيلفوا على القنوات بالدور، وطول السنة على نفس الحال. ادخل يا ابني بالموال. خلاص يا ناس دمي اتحرق، مش كل سنة هعمل قلق. الواحد قال لما اتفلق، العمر راح مني اتسرق، والامتى هفضل اعيد تاني؟ الواحد بقى منكم اتخنق. زملكاوي اهلاوي الكل خلاص بقى متساوي، لاعب شارينه السنة دي يطلع الماضي الكام نادي، ولاعب بينافسنا عالتاني، ولاعب حرف بس اناني، واقف عالكورة بمنظرة راح واكل شلوك من ورا. ولاعب تلاقيه بقى بالملايين علشان جاب له جون ولا اتنين، اما الحكام ما بيزهقوش، حتى الفاول ما بيحسبوش، وهنفضل كده على نفس الحال. ادخل تاني بالموال. النادي ده اللي مفرحك هيجيله يوم ويسرحك، بعد ما تلعب موسمين هيجيب واحد مطرحك. كنت اساسي ونجم كبير، فجأة بقيت تنزل تغيير، ولا حد فاكر لك ولا لعبة، الدنيا ما بقاش فيها خير. ومنتخبنا جاي في ورا حالته على طول متدهورة، عمال يخسر كل الماتشات والموسم ده اسوأ من اللي فات. اتجوزت وبقى عندي عيال، ولا رحناش المونديال، وخلاص اتبقى كل الكلام، الكورة في مصر ماهيش تمام. مفيش حضور مفيش جمهور، تشوف الاستاد تلاقيه مهجور، ويحللوا في استديوهات ويفضلوا يرغوا 10 ساعات. ومحمود بكر يا ناس غاوي يتكلم ويا البرجاوي، يا برجاوي يا برجاوي، ويفضلوا يحكوا في حكاوي. من غير كلام من غير سلام ماهيش تمام. مفيش جمهور، تشوف الاستاد تلاقيه مهجور، وخلاصة الكلام الكورة في مصر ماهيش تمام.